السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل ما سمعت من المهندس أحمد عامر، قال السوشيال ميديا بتخليك بتوريك دنيا مش موجودة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمدن عينيك. السوشيال ميديا بتعمل عكس كده، بتقول لي مد عينيك للآخر. سبق ان احنا قلنا يا اخواننا ان السوشيال ميديا ليها وجهين زي اي شيء، وجه ايجابي وجه سلبي. للاسف الشديد الاغلبية ماسكة في الوجه السلبي. الوجه الايجابي ان انا اتفنن في نشر كل ما يفيد غيري، وتبقى لك حتى صدقة جارية بعد وفاتك. اوعى تمل من نشر المنشورات الدينية ولا الفيديوهات، ولا تقعد قصاد الناس اللي تقول لك هو انت هتعمل شيخ، هو انت بقيت شيخ ومش عارف ايه. لا اطلاقا. خلي السوشيال ميديا هي واجهتك الحقيقية، وربما قرآن، ورد من القرآن أو حديث أو معلومة دينية أنت نشرتها غيرت حياة حد. عشان كده احنا بنقول لكل أصحاب المحتوى الديني وكل حد بينشر حاجة على الدين: اوعى تمل ولا تيأس. ما هو طبيعي لو احنا ما نشرناش المنشور الديني مش هنلاقي غير الرذيلة والفساد على السوشيال ميديا. لازم نحارب، لأن الحرب شديدة جدا يا جماعة. لازم تهتم بالمحتوى الديني اللي انت بتنزله، وما تمدش يعني زي ما بيقول ولا تمدن عينيك، ما تبصش لحياة حد، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. كل واحد بياخد رزقه، واحمد ربنا على كل شيء. خلي السوشيال ميديا في الجانب الإيجابي، ونشر كل ما هو يفيدك ويكون في ميزان حسناتك يوم القيامة.